في غالب الأحيان السكري من النوع الأول يتم الاكتشاف تاعو نتيجة ظهور أعراض بطريقة مفاجئة. أهم هذه الأعراض هي أنه الإنسان يكون بحاجة للتبول بشكل متكرر في الليل وفي النهار، وكمية البول تكون كبيرة. العرض الثاني هو الإحساس بالعطش بشكل مستمر، تشرب بصح تقعد دايم تحس روحك عطشان. العلامة الثالثة هي فقدان الوزن رغم ارتفاع الشهية، يعني بنادم راه ياكل في بلاصة ما يسمان نشوفوه راه يفقد في الوزن ديالو. العلامة الرابعة هي التعب الشديد، بنادم يحس روحه دايما عيان. وفيما يخص الرؤية، بنادم يولي يحس روحه راه يشوف فلو. في حالة ما الإنسان ظهروا عليه العلامات الأولى وما راهش عند الطبيب باش يدير التشخيص وينحي الشك، يقدروا يبانوا عليه علامات أخرى، مثلا الشعور بالغثيان، يحس روحه حاب يتقيا، ولا يقدر تروح له الشهية، يقدر يحس روحه باللي عنده إرهاق ونعاس شديد في النهار. ومشاكل الرؤية يزيدوا يحس روحه باللي ما راهش يشوف مليح. كاينه ثاني اعراض مميزه للسكري من النوع الاول، هو انه الرائحه تاع الفم، كاين رائحه مميزه تشبه الرائحه تاع التفاح كي يكون خاسر. وثاني حتى الرائحه تاع البول حشاكم عندها رائحه مميزه. الا شفت روحك انت ولا واحد من افراد العائله بانت عليكم هذه الاعراض، لازم تروحوا عند طبيب يديرلكم التشخيص، يعير الدم ويعير البول ويشوف اسكو عندكم مرض السكري. ما تنسوش الاشتراك باش يلحقكم معلومات ونصائح جديدة.